بس مفيش حد. صعد بسرعة فوق، وأحمد واقف بيقول له: أنت اتأخرت ليه؟ وشك أبيض كده ليه؟ خالد حاول يضحك ويقلل من اللي شافه، لكن جواه كان عارف إن في حاجة مش طبيعية. الليل جه وهم قرروا يرجعوا، لكن قبل ما يخرجوا من الباب اتقفل بعنف لوحده. أحمد اتنفض. مين قفل الباب؟ خالد حاول يفتحه، مفيش فايدة. وفجأة سمعوا أصوات خطوات جاية من فوق. المصيبة إن البيت كله كانوا متأكدين إنه فاضي، لكن خالد كان شايف حاجة أبشع. من فتحة السلم اللي فوق ظهر ظل أسود طويل جدا، واقف وبيميل راسه كأنه بيراقبهم. في اللحظة دي خالد اتشجع وقال بصوت عالي: أنت مين؟ عايز إيه؟ الصوت اللي رد عليهم كان مش بشري، كان زي همهمة عميقة بتتهز في كل أركان البيت. ما فهموش منها كلمة، لكن أحمد وقع على الأرض من الرعب. الخطوات ابتدت تنزل على السلم، تكة تكة، وكل ما تقترب النور اللي في كشاف الموبايل يضعف. خالد خد قرار، مسك أحمد من دراعه وجره على باب ورا في المطبخ كان نص مكسور. خبطوا برجله وخرجوا منه بالعافية، وجريوا في الشارع لحد ما وصلوا للبيوت التانية. الجار اللي حذرهم شافهم وهم طالعين بيجروا وقال: ما سمعتوش كلامي؟ البيت ده اتعمل فيه عمل زمان، وجدك يا أحمد كان بيحب يدخل في الحاجات دي. القبو اللي لقيتوه تحت هو مكان مربوط فيه واحد اتعمل عليه طقوس سحر ومات هناك، ومن ساعتها روحه ما سابتش البيت. أحمد منهار، وخالد لأول مرة في حياته حس إنه ضعيف ومش قد اللي شافه. ومن اليوم ده خالد ما بقاش نفس الشخص، بطل يضحك أو يتحدى الناس. وأكتر حاجة غريبة إنه من وقتها بقى يسمع نفس الصوت في ودنه وهو نايم، نفس الهمهمة اللي سمعها في القبو.